موقف حصل قدامي في المحكمة وأنا بصراحة محتار فيه، وعايز رأيكم فيه بكل أمانة وبصراحة. الموقف دوت كانت عبارة عن قضية مع محامي زميل أو محامي آخر، يعني مش أنا. كان متهم فيها قضية، كان متهم فيها أب وأم، وكانوا متهمين بإيه؟ بضرب ابنهم اللي كان عنده 11 سنة، طفل. وملخص الواقعة كده تحصل إن الأب والأم دول جالهم شكوى إن ابنهم سرق حاجة من حد، فحبوا يعاقبوه، ضربوه كمان، حرقوه بالنار في إيده هنا، عملت جرح، فراحوا بيه المستشفى. فالدكتور سألهم من إيه الجرح ده، هم قالوا له، حكوا له الموقف. قام الدكتور ما سكتش، قام جاي جاب امين الشرطه بتاع نقطه الشرطه اللي في المستشفى، وخلاه يعمل محضر ضد الاب والام، واللي راح النيابه بعد كده المحضر دوت، ونزل جلسه جنحه، وخدوا شهر حبس. وهنا وحضروا بعد كده في الجنح المستأنف، وهنا القاضي أيد الحكم عليهم وهو الشهر. أنا بصراحة احترت أتعاطف مع الأب والأم، بالذات إن هما كانوا جايبين الطفل ده معاهم في الجلسة، وكمان أخوه اللي أصغر منه، ولا أتعاطف مع الطفل اللي اتحرق في إيده بصفة إن أنا أب وعندي أولاد وما استحملش عليهم الهوى الطاير. فبصراحة عايز يعني رأيكم، هل رد فعل الأب والأم يستاهل الحبس، ولا هما كده بيربوا ابنهم؟